في الموروث المجتمعي. روح المجتمع، يعني مجتمعنا له ميراث زاخر، ميراث ثقافي كبير لا بد أن نحسن استثماره، لأن المجتمع يكتسب تلك الخيرات عن طريق التجارب والتراكمات، والذين سبقونا بالإيمان نحتاج إلى أن نقتدي بهم. من باب التأصيل نقرأ سورة الحشر في الآية 8 9 10. الآية 8 تحدثنا عن المهاجرين، ختمها الله عز وجل بقوله أولئك هم الصادقون، إشارة قوية إلى أهمية الصدق في حياة الناس. لذلك خلد الله ذكرهم في آيات تتلى إلى أن تقوم الساعة. ربنا ذكر جهادهم وخلد آثارهم، المهاجرون رضي الله عنهم جميعا، يعني خلد آثار المهاجرين. وفي الآية 9 ذكر الله عز وجل بأولئك الذين نصروه في المدينة المنورة الأنصار، وذكر جملة من صفاتهم يحبون، كم الآية؟ هاجر بحب، ما قالوش يا المهاجرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم روحوا المدينة تعيشوا تاكلوا وتشربوا خلاص، لا، هذا لا يكفي، ولكن انظروا إلى عامل الحب الذي حضر. يحبون معنى استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين بحب، والحب مصدر طاقة كبيرة جدا. لذلك ذكر الله عز وجل ذلك. لا يمكن الإنسان أن يصبر في هذه الحياة مع كثرة الابتلاءات والهموم والمصائب إلا بالصبر الجميل والنفس الطويل. وقد قال ربنا لجميع الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال لجميع الصابرين كما في سورة البقرة في الآيتين 155 156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى أن قال وبشر الصابرين. عجب، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر ليس هينا، لذلك هؤلاء ما صبروا إلا بتمثلهم لهذه الخصال للأخلاق. ثم ذكر الله عز وجل صفة أخرى للأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تصوروا معي وين يكون الإيثار، ما يكونش النزاع. ولو كان داخل الدار ذراري برك، ذراري واحد يرفد باطا ياغورت ويعطيها لخوه، يرفد تفاحة ولا برتقالة يعطيها لخوه عادي، يجي خوه يستولي عليها ويأكل زوج، وهذاك يخليه أوين يجاني جنجان يخلي من حقه. كاين دائما الإيثار، وهذا الإيثار موجود. لو كان يكون عندنا إيثار ما تكونش حوادث المرور بهذا الشكل المخيف. السبب الرئيس للدمار الحاصل في الشوارع والطرقات هو غياب الإيثار، بمعنى آخر مخالف اللي هو طغيان الأنا. فإذا انتفخت الأنا في الإنسان دمرت ليغويزم الأنانية، هو يفوت، هو يسبق، هو يوصل، هو وتعرفوا واش صاير الآن. اللي يدخل طريق لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يدري، نسأل الله السلامة. إذن الإيثار هذا موجود في كل شيء. هو رب سبحانه مدح أولئك الصحبة الكرام بهذه الصفة في الآية 9 من سورة الحشر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم جاء في الآية 10 تعرفوها جميعا مما ورد فيها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذوك الطائفة اللي رب سبحانه عز وجل شرفها بأن رافقت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الشريفة، مما قال الله تسجيلا لمآثرهم ورجولتهم وصمودهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوفوا الدرجات هذه، أو ماشي حاجة بسيطة يا جماعة الخير، ماشي حاجة بسيطة تماما. لذلك ونذكر حينما نذكر آثار الصحابة نذكر معهم آثار الأجداد أيضا، كيف كانوا يصبروا. مما أذكره في هذا الباب
بعض الشيوخ، بعض الرموز. ربما هذه في الجلسة الثانية سنروي بعض الحكايات في هذا الباب، وكيف كانوا يواجهون المشكلات والأزمات ويبذلون من أجل ذلك الغالي والنفيس، السهر والسفر والتعب والبذل وبذل الجهد بجميع أصنافه هكذا. وهذا موروث علمي ثقافي مجتمعي تجريبي نحن في أمس الحاجة إليه. لذلك ربنا قال عن هؤلاء: مستهم البأساء زيد والضراء زيد وزلزلوا. شوف هذه اللفظة القرآنية التي تنبئ عن صمود أولئك. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أجدادنا رحمهم الله تركوا لنا أيضا موروثا كبيرا زاخرا في المجال النظري، في المجال العملي. نقصد في المجال النظري من خلال تجدير كلمة الصلح والتسامح، وهذه موجودة. اقرأوا أمثالنا السائرة، اقرأوا أشعار السابقين، اقرأوا حكمهم، نجد هذه الألفاظ متداولة بينهم، وكلها تدعو إلى الصلح وإلى التصالح إلى آخره. وكذلك كقول تطبيقيا المراد من خلال الهيئات. بكري ما كاينش اللي تاع لاكريمون دير جمعيه وكان عندك الاعتماد، لا، جماعه افرزهم المجتمع. يعني هذه لا تاتي بالقرارات ولكن تاتي بالاعمال الجليلات، بالاعمال الجليله اللي وحضورهم في المجتمع، وبعدين المجتمع هو الذي يرشحهم الى هذا العمل، فيعرفون بالصلح ويعرفون بالمصالحة، فيلجأ الناس إليهم عند النزاع. جماعة، والتسميات مختلفة. هذه كلمة جماعة نجدها في الوطن كامل في 48 ولاية، ونجدها أيضا عبر الأمة المسلمة، فنحن أمة واحدة كما قال ربنا: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية أخرى، هذه الآية في سورة الأنبياء، والآية اللي في سورة المؤمنون: وأنا ربكم فاتقون. يلا، إذن كلمة الجماعة هذه موجودة عندنا مثلا في منطقتنا كان يسمى بثجمعث. عند إخواننا المزاب الإباضية ما يسمى عند النساء ثمسيريذين باللغة المزابية، وعند الرجال إعزافن بالعربية حلقة العزابة. هذه موجودة، وكان أعطيكم فقط يعني بالنسبة للثجمعث عندنا، وهذا أمر يعني موثق بوثائق كثيرة. كاين تشكيلة برك، من خلال التشكيلة ندرك وعيهم وندرك فهمهم وإدراكهم لأهمية الصلح. على رأس تجمعث واحد اسمه أمين، حتى المصطلح لامين انت الدارث، لامين انت تجمعث، أمين معنى ذي أمانة ومسؤولية، وانت خدام مشرف تسهر على خدمة هذه المؤسسة الاجتماعية الإصلاحية. لامين هكذا اسمه بالقبائل، لامين بالعربية أمين. زيد، ونجد أيضا الذين يتعاونون معه ويشكلون معه هذا المجلس ما يسمى بالطمان. كل أذرم، كل يعطيوا أذرم، يعني ممثل واحد، ممثل. هذا الممثل تاع العشائر وكذا اسمه الضامن بالعربية. الضامن معنى مثلا هذه العشيرة ترشحوا واحد، تزكيوه، وبعدين يجي يدخل في هذا المجلس، وهذا العشيرة وهذا القبيلة الجميع إذرمان كل ذروم يرسلوا يعني ممثلا عنه يسمى ضامن، الطامن. والكلمة تحمل أيضا معاني. من معاني كلمة الضامن: أولا يضمن إيصال متطلبات واحتياجات قبيلته أو عشيرته. اثنين، يضمن تنفيذ القرارات، يضمن تنفيذ القرارات الصادرة
عن هذه الهيئة العليا. 3 يضمن إيصال الاشتراكات، لأن هذه الاشتراكات قديمة، دلالة على المواطنة. الفينيات اللي كانوا يخلصوها، هذاك الاشتراك داخل فيها له فلسفته، وعندنا كتب مهمة في هذا الباب، يعني تفلسف وتقدم لنا الخلفية المعرفية الفلسفية لهذه القوانين وهذه القرارات. زيد أنه يضمن الغرامات، إيصال الغرامات، إذا كان حكم على شخص بغرامة معينة لازم يوصلها. مثلا في التقنين يقول لك ثالة منبع الماء أصبح من الساعة 7 إلى الساعة 12 مساء، خاص بالمساء. بعد ذلك في المساء للرجال. لو كان أي واحد منهم مثلا راجل يجي يصبح ولا يتعرض لعقوبة، من يضمن تنفيذها؟ هو هذا. وإذا كان واحد أساء الأدب داخل القرية أو شيء من هذا القبيل، أو لم ينفذ التزاما اجتماعيا، الحضور في الجنائز، أو مثلا عمل تطوعي معين داخل المجتمع إلى آخر ما تعلمون. هذه فروض الكفاية رافقتها قرارات وتشريعات تضمن تنفيذها. يلا هذو كامل الضمان ولا الطمان هذو. زيد كاين الوكيل بالقبالة. الوكيل هذا ما هي مهامه؟ هو إدارة الشؤون المالية، باختصار إدارة الشؤون المالية لهذه المؤسسة. وكاين واحد آخر أيضا عضو أساس في هذه الهيئة اللي هو الإمام على الإمام، والإمام حاضر. أولا هو الذي يشرف على الجانب الشرعي. تعلق الأمر مثلا بالشفعة، واحد باع قطعة أرض لواحد آخر وبعدين واحد آخر يشفعها، هذه القواعد شكون يضمنها؟ هو. إذا كان دارت شركات ومضاربات ومقايضات وعقود معينة، من يضبطها من الناحية الشرعية؟ هو. إذا تعلق الأمر مثلا بالمواريث، مات واحد شكون يدير الفريضة؟ الوقت هذاك ما كاينش لا نوتير ولا ما كاينش هذه الأمور، تجمعت تخدم المجتمع وتؤطره وترافقه. الإمام هو الذي ينجز الفريضة التي تطبق، وهكذا ما يتعلق بالهبات والوصايا والنفقات وغيرها من المسائل. وعندنا أيضا تراث زاخر في هذا الباب. إذن من ناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية، وكذلك من ناحية التطبيقية أيضا عندنا نماذج ناجحة لرجال صالحين ولنساء أيضا صالحات عاملات في مجال الصلح. الآن نروحوا في القانون الوضعي. جيم في القانون الوضعي. القانون الوضعي عندنا قواعد كثيرة قانونية، عندنا قوانين كثيرة جدا. أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. نبدأ بالوطن وبعدين نروح خارج الوطن. في الوطن أذكر مثلا قانون 75-58 المعدل والمتمم. المراد بذلك هو القانون المدني، الكود سيفيل. القانون المدني نجد فيه جملة من القواعد القانونية المهمة جدا التي تقنن للصلح. أذكر على سبيل المثال المادة 459. هذه المادة عجيبة ورائعة. أولا نصت على أن الصلح هو عقد ينهي نزاعا قائما. معناه هذا العقد يضع حدا لنهاية النزاع، يضع حدا. ثم مما ورد في هذه المادة كذلك يضع إجراء وقائيا لنزاع محتمل، فالوقاية خير من العلاج. ثم هذه المادة أشارت إلى أمر آخر وهو أمر التنازل. تتنازل الأطراف المتنازعة من أجل تيسير الصلح، وهذا من ديننا. هل يمكن أن يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل؟ لا يمكن أن يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل. وهذه أيضا قاعدة فنية مهمة على مستوى الأسرة.
لو كان ما يتنازلوش الأولاد لفائدة الوالدين ممكن يستمر النزاع. لو كان ما يتنازلوش الوالدين أحيانا لفائدة الأولاد ما سيستمر النزاع بين الزوجين، أيضا بين الشريكين، بين الشركاء، بين الجيران. إذا كان كل واحد يكون حريصا على نيل حقه كاملا هذا يؤدي إلى الصدام بينهم حتما. أما إذا كانت نية التصالح لازم يكون التنازل أو الاستعداد لتقديم التنازلات. إن شئتم أذكركم بصلح الحديبية وكلكم يعلمه. نبينا صلى الله عليه وسلم لماذا قدم التنازلات؟ وقد قدمها فعلا بدءا من ديباجة عقد الصلح أو الهدنة. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا قال له ما نعرف اكتب باسمك اللهم. هذا ما اتفق عليه أو ما تصالح عليه الرسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، لو آمنا بك رسول ما حاربنا. تعرفوا باقي البنود، هناك بنود جائرة ظالمة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتنازل وهو سيد المصلحين، ثم علمنا كيف ننظر إلى المآلات. ما نشوفوش غير قدامنا. لو كان يشوف غير قدامنا ما كانش التنازلات. قدم تنازلات وكانت الهدنة. وكلكم يعلم كيف استثمر النبي صلى الله عليه وسلم فترة الهدنة، فترة الصلح. أولا في بناء الركائز، رجال ونساء الذين سينشرون هذا الدين بوفاء. واحد. اثنين، خاطر في وقت المحنة، في وقت الحروب، في وقت وين؟ وقت الهم. وقت الهم ما يبقى لا علم ولا بناء ولا شيء. واحد. اثنين، استثمر النبي عليه الصلاة والسلام فترة الهدنة في إعطاء رسالة الإسلام بعدها العالمي، البعد العالمي لرسالة الإسلام من خلال مراسلة الملوك وزعماء الزعماء في ذلك الوقت. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذيك الرسائل اللي وصلت إلى أولئك لو كان ما كانش هدنة ما تحقق ذلك. المهم استظهر النبي عليه الصلاة والسلام فترة الصلح ومدة الهدنة، واستحق صلح الحديبية أن يسميه الله عز وجل بالفتح المبين. قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذن نحن إذا أردنا أن يفتح الله لنا فتحا مبينا لابد أن نتمثل هذه القواعد وهذه المناهج في حياتنا. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل. نعود إلى القانون. المادة 459 قلت لكم سادتي سيداتي هي المادة اللي موجودة في قانون 75-58 المعدل والمتمم. هناك مواد أخرى في هذا القانون. نعود أيضا إلى قانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية. هذا القانون 90-02 خاصة المواد 6 7 8 9 تنص على المصالحة، والمادة 10 11 12 تنص على الوساطة. يعني الوساطة والمصالحة موجودة في هذه المواد بدءا من المادة 6 إلى غاية المادة 12. هذه المواد تنص على المصالحة وعلى الوساطة التي فصلت في مواد قانونية أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله. إذا هذا قانون 90-02. عندنا قانون آخر اللي هو قانون تجاري، مثلا المادة 317 وما بعدها، ونجد مثلا قانون 84-11 قانون 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 05-02 المؤرخ في 27 فيفري 2005.
على سبيل المثال المادة 49 أيضا تنص على الصلح. نروح لقانون آخر، قانون 0809. هذا القانون الرائد وهو قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، خاصة في المواد 990 وما بعدها. 990 991 992 993 هذه المواد تنص بوضوح على موضوع الصلح. هذا هو العنوان، الصلح. وبعدين المادة 994 وما بعدها إلى غاية المادة 1004 تنص على الوساطة القضائية، لا ميدياسيون جوديسيير، وهذه أيضا فصلها القانون في هذه المواد. المادة 1005 وما بعدها نص المشرع الجزائري على التحكيم، الاربيتراج، وهذه كلها عبارة عن وسائل بديلة، وهكذا اسمها المشرع. وفي المذكرة التوضيحية أيضا لهذا التقنين يعني اسمها وسائل بديلة، أساليب بديلة. لماذا اسمها بديلة؟ لأنه فعلا هي بديلة وأصيلة في الوقت نفسه، لأنها سريعة وفاعلة. موضوع الصلح، موضوع الوساطة القضائية، وكذلك التحكيم أو الاربيتراج. إذن والقوانين كثيرة. نخليه الآن الجزائر، نروح مباشرة، نخليه هذه القوانين، نروح إلى الخارج. نبدأ مثلا مجلة الأحكام العدلية في المادة 1556. قانون حقوق العائلة في 2017، هذه في الدولة العثمانية في 2017. ثم صدرت مجموعة من القوانين في الأردن في 1951، في سوريا في 1953، في تونس في 1956 مجلة الأحوال الشخصية، وفي المغرب في 1957، وفي العراق في 1959، وفي الجزائر في 1984. ومجموعة من القوانين. كنروحوا لمصر في 1924 وفي 1926 وفي 1929 وفي 1943 وفي 1946. مجموعة قوانين. هذه القوانين القاسم يعني تأثرت كثيرا بما ورد في مجلة الأحكام العدلية الرائدة التي نصت على موضوع الصلح بوضوح. نروح أيضا إلى القوانين المواد، نروح المواد وهي كثيرة. كنروح مثلا مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تسمى الآن بعد التعديل بمدونة الأسرة المغربية في المادة 82. وإذا عدنا إلى مجلة الأحوال الشخصية التونسية في الفصل دقيق النظر في الفصل رقم 25. وإذا عدنا إلى كذلك مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية في المادة 83. يعني الآن أملك أكثر من 3000 مادة قانونية يمكن أن نعلق عليها كاملة في القوانين هذه العربية والقوانين الدولية أيضا. نروح أيضا للقوانين الدولية التي تأثرت كثيرا. إذن واش نقولوا؟ ماشي نقولوا الصلح خير، معنى كأنه القوانين هذه راهي تقول إيه ربي عندك الحق، الشيء قلت كاع صح. ذوك الميدان هذا موضوع آخر، ولكن هذا الاعتراف القانوني الدولي، سواء تعلق الأمر بالمواثيق الدولية الثنائية، اتفاقية الدولية الثنائية، الجهة والإقليمية أو الدولية العالمية، أو تعلق الأمر بالقوانين الموضوعية الوطنية كما راهي موجودة عند العرب والمسلمين. نجدها أيضا في بريطانيا، نجدها أيضا في هولندا، نجدها أيضا في أمريكا، نجدها في كندا، نجد في كثير من الدول، والوقت ولا يسمح باش نفصل في هذه المواد. ولكن أنا قلت لكم هذا العدد الهائل من المواد القانونية وكأنني أرشدكم إلى قراءتها. أتدرون لماذا؟ لأن تحتوي على فنيات كثيرة، والحكمة ضالة المؤمن. الحكمة ضالة المؤمن. ممكن قول صياغة معينة في مادة في قانون معين، يمكن أن نستفيد من تلك الصياغة في إثراء منظومتنا القانونية.